داخل كافيه راقي في وسط البلد. ضحى واقفة ورا الكونتر بتمسح تعبها وبتبص على الصالة. فجأة دخلت شلة بنات وشباب، صوت ضحكهم كان عالي قوي، وفي وسطهم سالي. ضحى بصدمة لصاحبتها سارة: دي سالي بنت خالي جمال، أنا ما شفتهاش من قبل مامي ما تتوفى. بابا ما خلينيش أشوفهم تاني، وقال لي بعيدي عنهم عشان هما شايفين نفسهم قوي. ضحى خرجت من ورا الكونتر وراحت ناحيتهم. سالي، أهلا يا سالي، مش معقول الصدفة دي، منورة الكافيه، عاملة ايه وخاله عامل ايه؟ سالي لفت وشها واتصدمت، واصحابها سكتوا وبصوا لضحى، وسحبت ايديها بسرعة من غير ما تسلم وقالت: اهلا، هو انتي بتشتغلي هنا؟ ممكن تجيبي المنيو لان احنا مستعجلين قوي. بنت من اصحاب سالي: ايه ده يا سالي، هو انتي تعرفي الويتر دي؟ لا طبعا، اعرفها منين؟ دي قريبتنا بس من بعيد قوي، من قرية في الأرياف. أبوها على قد حاله ونزلت مصر تدور على شغل، يعني عادي يعني. أبويا مش غلبان يا سالي، والشغل مش عيب، أنا بشتغل وبصرف على نفسي وبساعد في مصاريف دراستي وبشرفي. ماشي يا ستي، ربنا يعينك. أقولك على حاجة، إحنا عندنا حفلة بالليل، حفلة فارس صديق الطفولة اللي لسه راجع من فرنسا. الحفلة في الفيلا بتاعتهم، وكلهم ناس غنية قوي. كنت هقولك تعالي، بس مش عارفة الصراحة تعرفي تلبسي حاجة تليق بالحفلة ولا لأ. أصحاب سالي ضحكوا، وسالي كملت: وبعدين ما اظنش ان ابوكي هيرضى يخليكي تخرجي بالليل، اصل الناس هناك بيبقوا مقفلين قوي. روحي يا شاطرة هاتي الاوردر وبلاش تقفي ترغي معانا عشان منظرنا. سالي قعدت تضحك مع صحابها، وضحى رجعت ورا الكونتر، كانت متضايقة ودموعها في عينيها. سارة جريت عليها واخدت الصينية: انت ازاي تسكتي لها يا ضحى؟ البت دي لازم تعرف قيمتها، ايه التكبر ده؟ هعمل ايه يعني يا سارة؟ انتي مش سامعة تريقتها على ابويا؟ انا كرامتي اتهرت قدام الناس كلها، عشان كده بالذات انتي لازم تروحي الحفلة دي، لازم تروحي وتوقفيها عند حدها وتوريها ان انتي احسن منها. اجهزي وروحي واكسري عينيها. اروح فين بس يا سارة؟ وابويا لو عرف ان خرجت بالليل ممكن يجراله حاجة من كتر الزعل. طب سيبك انتي من الحكاية دي، انا هظبطها لك. هتقولي لابوكي ان انتي تعبانة وعايزة تنامي، وانا هقعد في اوضتك مكانك لحد ما ترجعي، ولو ندى هقول ان انا نايمه ومحدش هيحس بحاجه. ماشي يا ساره، انا هروح واللي يحصل يحصل. قدام الفيلا بالليل، ضحى وصلت ولقت المكان زحمه، عربيات كتير وانوار وموسيقى عاليه. عدلت فستانها ودخلت من بوابه وهي كانت خايفه. جوه الحفله المكان كله ناس لابسه غالي. ضحى وقفت في ركن بعيد، سالي لفت بالصدفه شافتها، اتصدمت وجت عليها: مش ممكن، انت جيتي بجد يا ضحى؟ صدقني انت ما عندكيش دم، وجايه من ورا ابوكي كمان عشان تشوفي الحفلات؟ وايه الفستان ده؟ انت جايباه منين؟ فجأة الموسيقى هديت، والكل بص ناحية السلم. كان نازل شاب شيك جدا وبكل ثقة، وده يبقى فارس. ساري جريت عليه: فارس، الحمد لله على السلامة، الحفلة نورت بجد، فرنسا غيرتك خالص. الله يسلمك يا سالي، شكرا. سالي وهي بتبص لضحى: طبعا يا فارس، انا عازمه اصحابي كلهم، بس للاسف في اشكال دخلت غلط. كنت لسه بطرد بنتي شغاله ويتر في كافيه، انا مش عارفه دخلت هنا ازاي. فارس استغرب وبص ناحيه ضحى، لقاها واقفه بعزه نفس رغم ان عيونها مليانه دموع. سحب ايده من سالي ومشي ناحيه ضحى. وقف فارس قدام ضحى باحترام: انت كويسه؟ في حد ضايقك هنا؟ انا كويسه وشكرا ليك، انا كنت ماشي اصلا. تمشي ازاي؟ الحفلة دي معمولة عشاني، وأنا مش هسمح لأرق بنت في الحفلة تمشي من غير ما ترحب بيا. أنا فارس، وإنتي؟ أنا أنا ضحى. أهلا بيكي يا أنسة ضحى، منورة الحفلة. سالي قربت وكانت مليانة غل: فارس أنت بتقول إيه؟ أنت مش عارف دي مين؟ دي بنت. مش مهم هي بنتي مين يا سالي، المهم إنها ضيفتي وفي بيتي، والبيت ده بيحترم ضيوفه. يا ريت نتكلم مع الناس بأسلوب أحسن من كده. تشربي حاجة ونقعد نتكلم شوية؟ حابب أتعرف عليكي يا ضحى. ضحى هزت راسها بالموافقة وهي بتبص لسالي بانتصار على حمام السباحة في الفيلا. فارس وضحى قاعدين على الترابيزة، والويتر بيقدم لهم عصير، وكانت بتبص لسالي من بعيد بابتسامة تحدي، وسالي واقفة مع صحابها هتموت من الغل. منورة يا ضحى، قولي لي بقى، انت قريبة سالي منين بالظبط؟ اصلا انا اول مرة اشوفك معاهم. انا بنت عمتها، بس مش بنتقابل كتير لاني بابا دايما مشغول،
ومامتي الله يرحمها متوفية من زمان، فالعلاقات مقطوعة. الله يرحمها. بس بجد أنا مبسوطة إن أنت جيتي الحفلة نورت. هو أنت بتدرسي إيه؟ فابتدت تضحك ضحى وتهزر معاه عشان تغيظ سالي، وهي ما كانتش قادرة تستحمل، راحت ناحيتهم ومعاها أصحابها. فارس معلش هاخد منك ضحى ثواني صغيرة، عايزين نتكلم في موضوع عائلي كده. طبعا يا سالي. معلش يا فارس ثواني بس وراجعه لك. مستنيك يا ضحى. في مكان بعيد عن فارس. انتي فاكره نفسك ايه؟ شغاله ويتر الصبح وجايه تتلزقي في فارس بالليل؟ فاكره فستانك ده هيخليكي شبهنا؟ يا بنتي ده انت حته جربوعه، ابوكي حته موظف مطرود. والله الفستان الجربوع ده خلى فارس يسيبك واقفه وما يعبركيش ويجي يقعد معايا انا. وبعدين انا هنا في بيت فارس، يعني معزومه زيك بالظبط، وفارس راجل بيفهم في الاصول، ومستواكي ما لقاش فيه اصول، فجي يقعد معايا انا. بنت انتي تلمي، انت عارفه بتتكلمي مع مين؟ اه، بكلم سالي بنت خالي، والشركات اللي انتوا بتتنططوا بيها دي جدي هو اللي عملها، يعني ليا حق فيها زيك بالظبط. وبلاش بقى تخليني افتح في القديم والجديد قدام صحابك وعرفهم عيلتك عملت ايه في امي. سالي اتصدمت من قوه ردها، سابت ضحى ورجعت لفارس. انت ازاي تقعد مع الاشكال دي يا فارس؟ دي بنت هربانه وشغاله ويتر في كافيه، ابوها مطرود من شركتنا، بتصغرني قدام صحابي عشان دي. فضحك ببرود وبص لضحى من بعيد. جرى يا سالي، انت ركبت القصه كده ليه؟ انا كنت بتسلى يا سالي، ما انت عارفه يعني، انت الاساس طبعا، بس قلت يعني اغير جو شويه بالبنت الجديده دي واشوف اخرها ايه. عادي يعني، فوق كده. بحسبك بتتكلم جد. طمنتني. في ركن تاني بعيد، ضحى راجعة ليهم بس تليفونها رن، لقت رقم سارة صاحبتها وردت بسرعة. ايه يا سارة، في حاجة؟ الحقيني يا ضحى، عمي صلاح ابوكي صحي من النوم وقاعد برا في الصالة وعمال ينادي عليكي وعايز يدخل يديكي الدواء يا اختي. انا قفلت الباب بالمفتاح وبقولك ان انتي نايمة، بس هو قلقان هيفتح الباب غصب عنه. انت لازم ترجعي دلوقتي وحالا. انا جاية حالا يا سارة، قفلي. ضحى قفلت وجرت على بره عشان تمشي، وفارس شافها وساب سالي ومشي وراها. وعند البوابة، ضحى مالك بتجري كده ليه؟ اصلا انا لازم امشي حالا يا فارس، ارجوك سيبني. مش هتمشي بالليل كده لوحدك، استني هجيب مفتاح العربية عشان اوصلك. لا ما هو مش هينفع، انا هركب تاكسي. سالي جريت عليهم وهي بتضحك بشماتة. في ايه يا ضحى؟ باباكي صحي ولقاكي هربانة من وراه؟ تصدقي لايقين على بعض قوي، الهروب في دم عيلتكم. فارس بص لسالي بغضب وبعد كده بص لضحى. اركبي العربية يا ضحى ومحدش ليه دعوة بيكي طول ما أنا موجود. ضحى وافقت من كتر الخوف وركبت مع العربية. ساق العربية وعينه عليها وهي كانت بتعيط وخايفة. كان بيبص لها وكان ساكت، جواه إحساس غريب هو مش فاهمه. ما بقاش عارف ليه البنت بالذات ديت حركت حاجة جواه، رغم إنه لسه قايل لسالي إنه دخل يتسلى بيها. فرم العربية قدام البيت الصغير. ضحى فتحت الباب بسرعة وهي بتترعش، جريت على المدخل من غير ما تبص وراها. فارس فضل باصص عليها ومستغرب الحارة والبيت، وبعد كده طلع بالعربية وهو بيفكر في ملامحها وخوفها. داخل شقة ضحى. ضحى فتحت الباب بالراحة، دخلت تتسحب، لقيت سارة واقفة ورا الباب ووشها اصفر. اخلصي ادخلي الأوضة غيري، أبوكي لسه منادي حالا وهو برا في الصالة. ضحى جريت على الأوضة وغيرت فستانها بسرعة ولبست لبس البيت، رمت نفسها على السرير وعملت نفسها نايمة. الباب خبط ودخل عمي صلاح وهو شايل كوباية مية وشرة الدواء. ضحى يا بنتي، هو انت لسه تعبانة؟ سارة قالت لي ان انت نمتي من بدري. ضحى قامت وقعدت وصوتها كان متقطع من كتر الخوف. الحمد لله يا بابا انا احسن شوية، اخدت دش ونمت على طول. طبطب على كتفها وادها الدواء. خدي الدواء ده يا حبيبتي ونامي وارتاحي، ربنا يخليكي ليا وما يحمنيش منك، انا ماليش غيرك في الدنيا دي. ضحى اخدت الدواء وعينيها دمعت من كتر الذنب والكذب، وعمي صلاح خرج وقفل الباب. سارة دخلت الأوضة وقعدت جنب ضحى. الحمد لله ان هي عدت على خير. بس قولي لي بقى ايه اللي حصل هناك؟ سالي عملت ايه؟ ها، عايزاكي تحكي لي كل حاجه حصلت بالملي، اكني كنت جوه معاكي. ها ماشي، عايزه اعرف مين بقى القمر اللي كان موصلك بالعربيه. سالي اتهزقت قدام اصحابها كلهم، وفارس سابها وجي قاعد معايا أنا. اه والله
دافع عني قدامها لما كانت عايزة تطردني. بجد يا سارة طلع شهم قوي قوي ومحترم قوي قوي قوي. يا سيدي يا سيدي، يعني الواد طلع ابن أصول. ضحى اتكسفت وسكتت وهي بتفتكر كلام فارس ونظرته ليها. تاني يوم جوه الكافيه، ضحى واقفة بتشتغل وبتنظف الترابيزات ودماغها شغالة تفكير في اللي حصل امبارح. فجأة باب الكافيه اتفتح ودخل منه فارس بكل شياكته. أول ما شافته اتصدمت وحست بلخبطة، بس راحت ناحيته ووقفت قدامه بابتسامة. صباح الخير فارس بيه، انت منور الكافيه. صباح النور يا ضحى. أولا بلاش بيدي، ثانيا جاي أشوف البنت البسيطة بتاعت امبارح عاملة ايه في شغلها. الحمد لله أنا بقيت أحسن، وبجد شكرا على وقفتك معايا امبارح وعلى التوصيلة، أنقذتني. أنقذتك؟ طب المقابل ايه بقى؟ أنا عايز قهوة مظبوطة من إيدك وهقعد هناك مستنيكي. فارس مشي وقعد على ترابيزة جنب الشباك، وضحى راحت تعمل له القهوة وهي مبسوطة جدا، مش ملاحقة على دقات قلبها ومش عارفة إن كل ده مجرد لعبة وتسلية بالنسبة له ولا لأ. جوه الكافيه وبعد شوية، ضحى كانت واقفة ورا الكوانتر بتصب القهوة، ايديها كانت بتترعش من كتر التوتر. سارة لزقت فيها وبقت تبص لفارس اللي قاعد جنب الشباك بيبص في تليفونه وهو مبتسم، فغمزت لها: أيوة بقى يا عم، هي القهوة دي معمولة بحب ولا باهتمام؟ الواد عينه ما نزلتش من عليكي من أول ما دخل. بس يا سارة بقى اسكتي، لا هيسمعك ويبقى شكلي وحش. دي قهوة عادية لزبون عادي خالص. زبون عادي؟ بقى فارس عزام بقى يتقال عنه زبون عادي؟ يا بنتي ده انت عينك فضحاكي، بلاش بلاش عليا انا. ضحى بصت لها بضحك واخدت الصينية ومشيت. اتفضل القهوة اهي، القهوة مظبوطة. تسلم ايدك، بس انت ليه حاطة معاها شوكولاتة بالكراميل ليه؟ انا ما طلبتش دي. اصلها يعني شكلها لايق مع القهوة وقلت ادوقها لك كترحيب في الكافيه يعني. فارس سند ظهره وابتسم. ترحيب من الكافيه برضه ولا ترحيب مخصوص من ضحى؟ ضحى لفت وشها بسرعة وجت تمشي، فرجلها اتكعبلت في رجل الترابيزة وكانت هتقع. فارس مد ايده بسرعة ومسكها. حسبي، انت شجاعة في الحفلات بس ولا ايه؟ وفي الكافيه بتطيري ولا ايه برضه؟ لا الارض بس فيها زحلقة، عن اذنك. جريت ضحى ورا الكوانتر وسارة كانت واقفة ميتة من الضحك وحاطة ايديها على بقها. بصراحة المشهد ده عايز مخرج هندي، ناقص يجيبوا بقى مطر جوه الكافيه وشعر ينزل على عينيكي. بس يا سارة الله يخليكي، انا كنت هقع والناس تتفرج عليا. بعد مرور اسبوعين، العلاقة بين فارس وضحى بدأت تكبر اكتر وابتدى يجي الكافيه كتير ومكالماتهم بقت زادت. فارس كان مبسوط قوي. داخل عربية فارس كان مروح ضحى بعد الشغل. بقولك يا ضحى، هو انت دايما قافشاها عليا كده ليه؟ انا بقالي اسبوعين باجي الكافيه ما بشوفش منك غير اتفضل يا فندم، حاضر يا فندم. عشان احنا في شغل يا فارس بيه، ولازم البرستيج يفضل موجود. بيه تاني؟ طب وربنا لو قلتي بيه دي تاني هنزل من العربيه واسيبك انت تسوقي، وانت اصلا ما بتعرفيش تميزي ما بين الفرامل ولا ما بين البنزين. او مين قالك ان انا ما بعرفش؟ انا بعرف اسوق احسن منك على فكره، بس انا مخليه موهبتي دي مدفونه عشان يعني ما تتهرس في الزحمه. وقف بالعربيه قدام اول الحاره بتاعتهم. ماشي يا ست الموهوبه، بكره هختبرك في الموهبه دي. ضحى نزلت وهي مبسوطه وفارس فضل باصص ليها لحد ما دخلت، وهنا رن تليفونه. ايوه يا سالي. ايوه يا فارس، انت فين؟ بقالك كام يوم بكلمك وما بتعبرنيش، الشركه عندنا مقلوبه وبابا كمان بيسأل عليك كتير قوي، ولا تكون لسه بتتسلى بالبنت الجربوعه دي بنت عمتي؟ فارس سكت ثانيه. جرى ايه يا بنتي؟ هو انا عيل صغير؟ قلتلك بتسلى وبضيع وقت. انت عارفه مفيش حد يملى عيني، بس اللعبه مسليه قوي. فك كده بقى ونتقابل بكره في النادي. ماشي يا فروستي، مستنياك بكره. فارس قفل التليفون ورمى التليفون جنبه وما بقاش عارف هو بيكذب على سالي ولا بيكذب على نفسه. تاني يوم الصبح، سارة كانت واقفة ورا الكوانتر بتغسل الكوبايات، وأول ما لفت وشها شافت فارس داخل من الباب ولابس النضارة. لوت بوزها وضربت بقاحة في جنب ضحى. أهو جه يا أختي الواد الرومانتيكي وصل من نجم من نجوم الكافيه وسط البلد. ضحى اتلخبطت. بس بقى يا سارة بقى، روحي خدي الأوردر من الترابيزة التانية وسيبيني أنا أشوف هيطلب إيه. اروح فين يا اختي؟ ده جاي وعينه ليزر عليك انتي، انا هقف اتفرج. فارس قرب من كونتر وقلع النضاره. صباح الخير يا ضحى، القهوه المظبوطه والشوكولاته الكراميل اللي في الكافيه جاهزه؟ اه صباح النور، جاهزه طبعا. اتفضل حضرتك وانا هجيبها لك،
لا أنا مش هقعد، أنا جاي أخدك. تاخدني فين؟ أنا في الشغل. ما أنا اتفقت مع مدير الكافيه خلاص، واخدتلك إذن ساعتين. يلا غيري هدومك، يلا هنروح مشوار سريع. سارة زقت ضحى من ظهرها وهمست لها: اخلصي ادخلي غيري، الواد شار الكافيه بالمدير، اخلصي ما تضيعيش الفرصة من ايدك. داخل عربية فارس كانت قاعدة جنبه. هو احنا رايحين فين؟ ده مش طريق وسط البلد خالص. مش انا قلت لك امبارح هختبر موهبتك في السواقة؟ او احنا رايحين مكان فاضي عشان اشوفك بقى السواقة بتاعتك المدفونة دي، الموهبة الفذة؟ لا انا كنت بهزر والله، انا اصلا ما بعرفش ادورها. فارس مات على نفسه من كتر الضحك وفرم العربية في أرض واسعة وعاملة لي فيها ماسنجر: انزلي يلا أنا هعلمك بنفسي. ضحى نزلت وهي عمالة تضحك. بصي، ده البنزين وده الفرامل، بلاش غباء وتدوسي على الاتنين مع بعض عشان ما نطرش بينا. ما تقولش غباء، أنا هوريك السواقة على أصولها. ضحى داست بنزين فجأة فالعربية طلعت لقدام. فارس اتهبت: فرامل يا ذكية فرامل. فداست على الفرامل بكل قوتها برضه فرجع لورا. أنا آسف جدا، أنا اللي غلطان. اصبر هو أنت شفت حاجة؟ وبعد مرور شهر المكالمات ما بينهم بقت يوميا. تاني يوم كانت واقفة ضحى بتشتغل وهي بتكلم فارس في التليفون، وزي العادة كان يحب يهزر معاها وهي كانت بتضحك. وقفت قدامها سالي اللي عينيها كانت هتاكل ضحى، اللي فهمت إنها بتكلم فارس من شكلها. قربت منها وقالت لها: ازيك يا بنت عمتي، ايه اخبارك؟ عاجبك فارس صح؟ صح برضو. اصلها حاجة غريبة عليكي علاقة مع فارس العزامي، طبعا لازم تستغل الموضوع ده. ضحى زقت ايديها: الموضوع ده اللي زيك يستغلوه عشان انتي واصحابك مش بيهمكم غير المظاهر وبس، لكن انا عاوز ايه من فارس غير حبه وحنيته عليا؟ حبه ايه وحنية؟ من مين؟ فارس؟ هو انتي لسه فارس مستغفلك ومش فاهمة حاجة عن عمومي يعني؟ انتي بنت عمتي ويهمني مصلحتك برضو. بصي يا شاطرة، تعالي بالليل على العنوان ده وانت هتعرفي مين هو فارس عزام. سابتها سالي ومشيت من غير ما تسمع ولا كلمة من ضحى. بالليل في النادي سالي كانت قاعدة مع شلتها ولمحت فارس داخل، جريت عليه وبدلع مستفز: فروستي، بقولك ايه، اسبوعين مش باين يعني، وكل ما اكلمك تقولي مشغول في الشغل. شغل ايه ده بقى؟ اهلا يا سالي، ضغط الشغل في الشركات مش اكتر يعني. هو انت عامله ايه؟ انا كويسه، بس اصحابي قالوا لي ان هما شافوا عربيتك واقفه قدام الكافيه الجربوعه اللي في وسط البلد دي كذا مره. ايه، هو انت لسه بتشوف البيت دي؟ اتوتر ووشه اتقلب. جرى ايه يا سالي؟ هو انت لسه فاكره الموضوع ده؟ انا قلت لك من الاول ان انا بتسلى بقضي وقت. البت غلبانه وعلى نيتها وانا باخدها على قد عقلها، بغير جو يعني شويه، يعني لعبه مسليه مش اكتر. فك بقى وما تعمليش منها حوار. ايوه كده، كنت عارفه. اصل مش معقول فارس بيه هيبص الويتر يعني. فارس ابتسم ابتسامه صفرة، بس من جواه كان حاسس بنغزه، حاسس انه بني ادم زباله لانه بيجرح البنت اللي وثقت فيه عشان يحافظ على منظره قدام ناس تافهه. في نفس الوقت ورا شجره قريبه ضحى كانت واقفه وسمعت كل كلمه قالها. سمعت جمله: انا بتسلى، انا بقضي وقت، لعبه مسليه مش اكتر. دموع ضحى نزلت فجأة من غير صوت. حست إن الدنيا كلها اسودت في عينيها. الكسرة والوجع كانوا أكبر من صدمة الكافيه بمليون مرة. الشخص الوحيد اللي وثقت فيه ودافع عنها طلع هو كمان شايفها لعبة. سارة جت من وراها: ضحى مالك واقفة كده ليه؟ وبتعيطي ليه؟ طلع بيتسلى بيا يا سارة، طلع بيقول لي سالي إن أنا لعبة ومسلية وبيقضي وقت، أنا لازم أمشي من هنا. فارس والتليفون في إيده فجأة لفت نظره وحركة ورا الشجرة. ركز عينه واتصدم لما شاف ضحى واقفة ودموعها نازلة. هي ما كانتش قادرة تتحرك من صدمتها، وفارس الضحكة من على وشه اختفت. فراح ناحيتها. ضحى. ضحى مشيت بخطوات بطيئة ناحيتهم، وكل ما تقرب أصحاب سالي بيوسعوا ليها وهم كمان بيضحكوا. ووقفت قدام فارس بالظبط، عينيها حمراء ومليانة دموع ونظرتها كلها كسرة وعتاب. أنا تسلية؟ أنا تسلية يا فارس بيه؟ أنا لعبة بتغير بيها جو، بتقضي وقت فراغك؟ وهنا فارس وشه اتقلب ألوان. اسمعيني بس، أنا اسمعي، أسمع إن أنت كنت بتضحك عليا طول الفترة اللي فاتت دي كلها، إن كل كلمة حلوة وكل ضحكة كل ده كانت مجرد لعبة عشان تضحك عليا مع سالي وأصحابك الهاي كلاس دول. سالي وقفت في النص. جرى إيه يا شاطرة؟ هو أنت صدقتي نفسك ولا إيه؟
ما هو فارس بيه، وقلتلك برضه انتي مستواكي فين وهو مستواه فين. احمدي ربنا انه عبرك اصلا. انتي تسكتي خالص، انتي بني ادمه مريضه فاضيه. الفلوس اللي انتي بتتنططي بيها دي ما خلتكيش بني ادمه محترمه. ضحى رجعت بصت لفارس اللي كان واقف مصدوم ومش عارف ينطق بولا كلمه. انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه اللي وثقت فيك، وغلطانه ان انا صدقت ان انت مختلف عنهم. تعرف يعني ايه اصول، تعرف يعني ايه بنت بتحب بقلب. شكرا، شكرا يا فارس بيه، اللعبه خلصت. ضحى لفت ظهرها وجريت بكل قوتها وهي منهارة وبتعيط. سارة جريت وراها بسرعة وهي بتبص لفارس بغضب. هو كان واقف مكانه كأنه مضروب بالنار. سالي حطت ايدها على كتفه. فكك منها يا فاروستي، دي بنت نكدية قوي. يلا تعالى نقعد مع الشلة. ابعدي عني يا سالي، ابعدي عني خالص. فارس جري بسرعة ورا ضحى عشان يلحقها قبل ما تخرج من النادي. كان بيجري بأقصى سرعة عنده، عمال يتلفت يمين وشمال في الشارع ورا ضحى. لقى سارة واقفة على الرصيف بتشاور لتاكسي، وضحى ركبت جواه وهي مخبية وشها بإيديها. يا ضحى استني، طب يا ضحى. التاكسي طلع وفارس وقف في نص الشارع حاطط ايده على راسه بأنفاس متقطعة وندم الدنيا كلها في عينيه. سارة بصت له بقرف وركبت التاكسي التاني وراه. في شقة ضحى، ضحى قاعدة في أوضتها وعينيها ورمت من العياط، وسارة قاعدة جنبها عمالة تهدي فيها. نظرة الانكسار اللي كانت موجودة في عينيها اتحولت لشرار وقوة وغضب. خلاص يا سارة، العياط مش هيجيب حقي. أنا من النهاردة مش هبقى ضحى الغلبانة الوتر اللي الكل بيستقوى عليها وبيتسلى بيها. أنا هجيب حقي وحق أمي الله يرحمها من عيلة خالي ومن فارس. هتعملي إيه بس يا ضحى؟ دول ناس واصلين قوي ومعاهم ملايين. الملايين دي جدي هو اللي عملها، وأمي ليها فيها النص. أنا أروح لخالي جمال وأطلب ورث أمي القانوني في الشركات. لازم أقف قصادهم وبنفس القوة. ضحى خرجت لصلاح أبوها وقالت له على قرارها. عم صلاح أول ما سمع السيرة دي وشه اتقلب وخاف. ورث ايه وشركات ايه يا ضحى؟ انا مش دايما اقول لك مالكيش دعوه بالناس دي. ابعدي عن خالاتك وعيلتهم، دول ناس ما بيرحموش. وخالد جمال ده اكل حق اخته وهي عايشه. عايزاني اسيبك تروحي ليهم برجليكي؟ يا بنتي احنا مستورين يا بنتي وبناكل لقمه بالحلال. بلاش تفتحي على نفسك ابواب جهنم. ده حقي يا بابا، حقي وحق ماما. انا مش هسيبهم يعيشوا في خير جدي وانا بتهان في وسطيهم. ده بيقولوا عليا جربوعه، بيقولوا عليا شغاله ويتر. انا لازم ارجع مكاني الطبيعي. أرجوك يا بابا ما تقفش في طريقي. عم صلاح بص في عينيها لقى فيها نفس نظرة التحدي بتاعة أمها الله يرحمها. سكت بحزن وهز راسه بالموافقة وهو كان قلقان. وبعد مرور شهر كامل، طول الشهر ده ضحى اختفت تماما. سابت الشغل في الكافيه ووقفت خط تليفونها. وفارس كان هيموت عليها، بيروح الكافيه كل يوم يسأل سارة، وسارة تديله الوش الخشب. مالكش دعوة بيها، مش كفاية تستاهل حد كده؟ فارس كان عايش في جحيم من تأنيب الضمير والوجع، واتأكد إنه وقع في حب ضحى وإنها ما كانتش مجرد تسلية زي ما كان بيقنع نفسه. وفي نفس الوقت ضحى كانت شغالة مع محامي كبير. راحت لخالها جمال بالورق والمستندات اللي تثبت حق أمها. خاف جمال من الفضيحة والمحاكم والأسهم، اضطر يعوضها ويديها نصيبها القانوني كامل في مجموعة الشركات. في مقر شركات عائلة النجار وعزام اجتماع مجلس الإدارة. قاعة الاجتماعات كبيرة جدا. جمال قاعد على راس الترابيزة، وسالي قاعدة جنبه فستان شيك، وفارس قاعد معاهم كشريك أساسي في الصفقة الجديدة. وفارس كان قاعد سرحان وعينه في الأرض. جمال وقف يتكلم في المايك. أهلا بيكم يا جماعة، النهاردة بنعلن عن شراكة جديدة وضخ الأسهم. وقبل ما نمضي العقود حابب أقدم لكم الشريك الجديد لشركتنا، واللي داخل ب45% من أسهم المجموعة ورأس المال. الباب الكبير بتاع القاعة اتفتح وكل العيون لفت ناحية الباب. وهنا دخلت ضحى، بس ما كانتش ضحى بتاعت الكافيه ولا الحارة، لأ. كانت لابسة بدلة نسائية سودة وكانت في منتهى الشياكة، وكان حاطة ميك اب هادي. وهنا كانت ماشية بكل ثقة وكبرياء تزلزل الأرض تحت كعب جسمتها. سالي فتحت بقها بصدمة. ضحى؟ ده ايه اللي جابها هنا دي؟ وايه اللبس اللي لابساه ده؟ أما فارس أول ما شافها جسمه اتنفض وقام وقف، عينه وسعت بصدمة وذهول. ما كانش مصدق إن دي ضحى. البنت اتغيرت 180 درجة. ضحى مشيت لحد ما وصلت لراس الترابيزة وبصت لسالي وفارس بنظرة برود قاتلة. قعدت على الكرسي الفخم وهي بتحط رجل على رجل. أهلا بيكم يا جماعة، أنا ضحى صلاح الشريك والمستثمر الجديد في المجموعة. يا ريت نبدأ الإمضاء عشان وقتي دايما بفلوس. فارس فضل باصص ليها ومش قادر ينزل عينه من عليها. جواه قلبه كان بركان شغال ما بين الفرحة إنها قدامه
والرعب من نظرة التحدي والانتقام اللي في عينيها. جمال خال ضحى: طبعا أنسة ضحى هي شريكي الجديد، ويا الكل يقعد عشان نمضي العقود. سالي قعدت وهي بتشيط ووشوشت أبوها: بابا، انت ازاي تسيب الجربوعة دي تدخل شركتنا وتتنطط علينا كده؟ اتكتمي خالص يا سالي، البنت معاها ورق يودينا في داهية ويوقف حال الشركات. ما كانش قدامي حل غير نديها حقها القانوني كأسهم. اقعدي ساكتة بقى وخلينا نخلص. في اللحظة دي الباب اتفتح ودخل شاب طويل ووسيم جدا، وده كان رامي، أخو سالي الكبير. كان لسه راجع من بره ومستلم فرع من فروع الشركة. رامي دخل واعتذر: أنا آسف جدا على التأخير يا جماعة، الطريق كان زحمة جدا. رامي لفت نظره البنت اللي قاعدة بثقة على راس الترابيزة، راح ووقف قدامها: أهلا بيكي، أنا رامي ابن خالك والمدير التنفيذي للفرع الدولي. أنتي ضحى الشريكة الجديدة، منورة الشركة بجد، مرحب بيكي في شركتنا. أهلا بيك يا أستاذ رامي، بنورك. أنا سعيدة إن أنا هتعامل مع شخص بيفهم في الأصول والالتزام زيك. فارس أول ما شاف رامي وهو بيتكلم بإعجاب وعينه بتلمع وهو بيبص لضحى، حس بنار قادت جواه. سالي لاحظت نظرة فارس لضحى ورامي: شايفة يا ضحى، رامي أخويا دايما ذوق كده مع الناس الجديدة. أصل احنا عيلتنا دايما بتعطف على الأقل منها عشان ما يكسفوش في الأماكن الكبيرة. والله يا سالي، رامي بيه بيسلم على الشريكة بتمتلك 45% من أسهم المجموعة. يعني أنا هنا صاحبة المكان، مش ضيفة مستنية عطف من حد. يا ريت تركزي في ورقك وبلاش كلام ملهوش لازمة عشان أنا وقتي غالي قوي. رامي ضحك: عندك حق يا نسا ضحى، يلا بينا نمضي. بدوا إمضاء العقود، وفارس كان هيموت ويمسك القلم يكسره من كتر نظرات رامي اللي معجبة بضحى. وبعد انتهاء الاجتماع في ممر الشركة، ضحى خارجة ومعاها المحامي بتاعها. فجأة فارس مشي وراها بسرعة ونادي عليها: ضحى، استني أرجوكي، أنا لازم أتكلم معاكي. وقفت ببطء ولفت وشها ليه بكل برود: أفندم يا فارس بيه، في حاجة في البنود مش عاجباك؟ ضحى، أنا بقالي شهر دايخ عليكي، الكافيه، التليفون مقفول، رحت حارتكم وكنت مستنيكي بالأيام. أرجوكي، امبارح في النادي ما كانش. فارس بيه، الكلام ده شخصي، ده كان زمان لما أنا كنت لعبة مسلية أو البنت الغلبانة اللي بتاخدها على قد عقلها. النهاردة احنا في شركة، يعني كلامنا كله هيكون بيزنس وبس. وياريت ما تنساش نفسك وتتخطى حدود الشغل معايا. اتصدم من كمية الجمود اللي في صوتها. وهنا الرومي: آنسة ضحى، أنا كنت بفكر نعمل غدا عمل بكرة عشان نناقش خطة التسويق الجديدة للفرع، تشرفينا؟ طبعا يا أستاذ رامي، فكرة ممتازة جدا. ابعت لي الميعاد والمكان وأنا إن شاء الله هكون موجودة فيه. تمام، هكلمك بكرة الصبح بنفسي. بس أرجوك يعني بلاش أستاذ رامي دي عشان مش صح يعني، ولا إيه يا فارس؟ هو احنا برضو مش قرايب ولا إيه؟ ضحى ضحكت وهي شايفة نظرات فارس اللي عاوز يخلص على رامي. طبعا يا رامي، ده انت ابن خالي برضو، وكمان بلاش ألقاب، قول ضحى كفاية. رامي ابتسم: من عينيا ضحى، تحب أوصلك؟ لا تسلم، كلك ذوق. عربيتي بره، مرة تانية بقى. رامي مشي وهو طاير من فرحة. ضحى لفت عشان تمشي، لقيت فارس واقف قدامها: هو انت وافقتي تخرجي معاه بالسهولة دي وانت ما تعرفوش أصلا؟ وكمان ايه شيل ألقاب وكلك ذوق؟ ايه يعني؟ أنا مش فاهم، يعني دي أول مرة تقفي معاه وأول مرة تعرفيه أصلا. أظن دي حاجة ما تخصكش، أنا حر أخرج مع اللي يعجبني. وعلى الأقل رامي بني آدم واضح ومش بتاع ألعاب وتسلية. عن إذنك. ضحى سابته ومشيت بكل كبرياء، وفارس فضل واقف مكانه وهو بيتنفس بسرعة، نار الغيرة بتاكل في قلبه. داخل مطعم فاخر على النيل، رامي وضحى كانوا قاعدين على ترابيزة شيك جدا. فابتسم رامي: بجد يا ضحى، أفكارك في تطوير فرع الشركة غيرت نظرتي تماما. انت بس مش شريكة، لأ، ده انت مكسب كبير قوي لينا. شكرا، أنا بس بحب أركز في شغلي عشان أثبت إن مكاني هنا ده حقي مش مجرد صدفة. فجأة فارس ظهر عند الترابيزة، وشه مشدود، عينه مليانة غيرة وغضب. فارس، انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا في غدا عمل خاص، وانا شريك في الشركة دي يا رامي، ومن حق اتابع خطط التسويق، ولا في حاجة بتخبوها عليا؟ فارس بيه، لو في حاجة بخصوص الشغل تقدر تناقشها في المكتب، لكن الاندفاع ده ملهوش أي مكان هنا. وهنا فارس حب يضغط عليها: رامي، انت ما تعرفش ضحى كويس، ضحى كانت شغالة ويتر في كافيه فارس لسه هيكمل عشان يضايقها، وهنا اتفاجئ برد فعل رامي: هو ايه يعني فارس؟ الشغل الشريف عمره ما كان عيب. ضحى كافحت وبقت صاحبة أسهم بجهدها وحقها، وده يخليني أحترمها وأعجب بيها أكتر. يا ريت بقى تلزم حدودك. اتصدم من ردة فعل رامي وبص لضحى، لقى في عينيها نظرة خيبة أمل جديدة.
كأنه لسه الشخص الأناني اللي بيعايرها. سحبت شنطتها ومشيت بسرعة برا المطعم، وفارس قام جري وراها وساب رامي واقف في الشارع قدام المطعم. ضحى اسمعيني، أنا ما كانش قصدي أضايقك، أنا كنت بغير، أنا دمي كان بيتحرق وأنا شايفه باصص عليكي كده. كنت بتغير ولا كنت عايز تكسر عيني قدامه وتفكرني إن أنا كنت رويتر غلبانة؟ أنت عمرك ما هتتغير يا فارس، دايما شايفني اللعبة اللي أنت بتتسلى بيها. ابعد عني بقى، ابعد عني. ركبت التاكسي ومشيت. فارس وقف مكانه والدموع في عينيه، وعرف إن لو ما خدش موقف حقيقي يثبت فيه حبه هيخسرها للأبد. وبعد مرور أسبوع دخل مقر الشركة حفلة سنوية ومؤتمر صحفي كبير. القاعة كبيرة مليانة رجال أعمال وصحفيين، كاميرات تلفزيون. جمال بيه واقف مع سالي ولابسين على سنجة 10، وضحى واقفة في ركن تاني مع سارة صاحبتها اللي جاية تدعمها ولابسة فستان فورمال يجنن. سالي مشيت جنب ضحى وبصت ليها بقرف. برضه جايبة أصحابك الجلابية معاكي في وسط أسيادهم؟ عمر اللبس الغالي ما هينضف أصلك يا ضحى. ضحى لسه هترد، فجأة فارس طلع على المسرح ومسك المايك. القاعة كلها سكتت، الكاميرات اتوجهت ليه. فارس بصوت قوي وثابت وعينه مثبتة على ضحى. مساء الخير يا جماعة، النهاردة في المؤتمر ده أنا مش جاي أتكلم عن البيزنس والأسهم. أنا واقف هنا قدام الكاميرات والكل عشان أصلح أكبر غلطة عملتها في حياتي. الكل بدأ يتكلم، وسالي بتراقب بعينيها وما كانتش عارفة تداري دموعها. وكمل هو فارس بنبرة مليانة صدق. أنا كنت بني آدم أناني بهتم بالمنظر والبرستيج الكذاب، وفي يوم من الأيام قابلت بنت هي أنضف وأشرف وأجدع بنت شافتها عينيا. كانت بتشتغل ويتر بشرفها وتصرف على دراستها، وبسبب غبائي وخوفي من كلام الناس التافهة قلت للإنسانة مريضة إني بتسلى بيها. وده النهاردة بعلن قدام مصر كلها إن البنت دي هي اللي علمتني يعني إيه أصول. وأنا مش بس بحبها، لأ، أنا بطلب رضاها. فارس نزل من على المسرح ومشي وسط ذهول وصدمة الكل. سالي كانت هتموت من الكسوف والفضيحة بعد ما فارس كشف كلامها قدام الصحافة. وجمال بيه وشه بقى أزرق، وفارس واقف قدام ضحى بالظبط وعينيه مليانة دموع حقيقية. نزل على ركبة ونص قدام كل الموجودين والكاميرات، وطلع علبة قطيفة فيها خاتم ماس حر، وقال بصوت مرتعش: ضحى، أنا مستعدة أتخلى عن الدنيا كلها وما يهمنيش حد في العالم غيرك. أنا بحبك بجد وما أقدرش أعيش من غيرك. القاعة كانت مقلوبة، الصحفيين عمالين يصوروا ويكتبوا. سالي كانت واقفة مكانها وشها جاب ألوان، جسمها كله بيترعش من كتر الصدمة والكسوف. أما فارس نزل على ركبة ونص قدام ضحى وطلع الخاتم مستني منها كلمة. هي بصت للخاتم وبعدين بصت في عين فارس اللي كانت مليانة دموع. مسحت دمعة من عينيها ورجعت خطوة لورا بكل جمود. أنا كرامتي رجعت لي قدام الكل يا فارس، وده يكفيني، بس الجرح اللي في قلبي ده مش هيصلحه خاتم ولا اعتراف في التلفزيون. أنا مش هقبل أكون مع شخص كان شايفني في يوم من الأيام إني لعبة. عن إذنك. لفت ظهرها ومشيت بكل كبرياء. سابت القاعة كلها مذهولة، وفارس قام وقف وهو مكسور وعينه في الأرض. سالي في نفس اللحظة خرجت تجري من القاعة وهي منهارة تماما، دموعها نازلة بغل وبتصرخ بجنون. ورامي أخوها جري وراها ومسكها. اهدي يا سالي، الناس كلها بتتفرج علينا. مش ههدى يا رامي، فارس ده بتاعي أنا بحبه من صغري. الجربوعة دي تاخد الأسهم وتاخد فارس كمان؟ لأ، على جثتي والله العظيم ما هسيبها تفرح ثانية واحدة. سالي سابته وجريت على عربيتها، عينها مليانة شر وعقلها ما بقاش فيه غير فكرة واحدة: ازاي تخلص من ضحى وللأبد. تاني يوم بالليل في بيت ضحى كانت راجعة من الشركة مع سارة، وأول ما سارة مشيت ودخل حارتها فجأة وقفت عربية ميكروباص سودا، نزل منها 2 رجالة ضخام، وقبل ما ضحى تصرخ حطوا المنديل على بقها. غابت عن الوعي، شالوها جوه العربية وطلعت بأقصى سرعة. فارس في نفس الوقت كان واقف بعربيته على أول الحارة، كان بيحاول يشوفها أو يكلمها. لمح الميكروباص وهو بياخدها فصرخ برعب. فارس دور عربيته وطلع وراهم بسرعة جنونية، بقى يطاردهم في الشوارع الفاضية لحد ما الميكروباص دخل منطقة مخازن مهجورة مقطوعة. داخل المخزن المهجور ضحى بدأت تفوق، لقيت نفسها مربوطة في كرسي، الأنوار خافتة. لفت وشها واتصدمت لما لقت سالي واقفة قدامها وماسكة في إيدها طبنجة، وكانت بتضحك بضحكة مريضة. فوتي فوتي يا ست ضحى، فاكرة نفسك إيه؟ بقيتي هانم؟ نسيتي نفسك خالص انتي. أنا فارس سابني عشانك انتي. أنا هنا بقى مش جاي أتكلم معاكي، يعني أنا جاي أنهي الحكاية دي خالص. محدش يعرف عنك طريق.
زي ما دخلتي حياتنا أنا هطلعك منها كده في لحظة. أنا السبب من ساعة ما عزمتك على الحفلة عشان أقل منك، تقوم انتي ايه بقى داخلة وتدمري حياتي أنا. فارس كان بيحبني أنا وانتي اللي أخدتيه مني عشان عايزة تغزيني، صح؟ اعترفي. انتي اتجننتي يا سالي، هتخلصي عليا عشان الفلوس وفارس؟ هتضيعي نفسك عشان فارس اعمل اي حاجه بس ما يكونش ليك انتي وتكسبي انتي في اللعبه دي. فجاه باب المخزن اتفجر ودخل منه فارس ومنهج وبيصرخ بعلو صوته: سالي سيبي اللي في ايدك ده. فارس انت جيت وراها برضو؟ ايه ده، هو انت بتحبها قوي كده؟ طب بقى حلو قوي، كويس ان انت جيت بقى عشان تشوفها وهي بتروح قدام عينك. هخليها فتافيت صغننه كده. سالي وجهت الفرفر اللي على قلب ضحى وقررت تدوس على الزناد، وفي جزء من الثانية فارس جري بأقصى سرعة عنده ومسك اللي في إيد سالي. هي فضلت تصرخ وهي بتحاول تاخده منه تاني، وفي اللحظة داست على الزناد وطلعت منه صوت طلقة قوية هزت المكان كله. هي دخلت في كتف فارس وفوق صدره، هو صرخ من كتر الوجع ووقع على الأرض ما بين رجلين ضحى. سالي فضلت تصرخ بجنون وهي شايفة إن فارس مرمي قدامها على الأرض، فضلت تعيط وهي ضحى منهارة وهي عمالة تقول لها اطلبي الإسعاف. فارس بيروح، هي طلعت تليفونها وهي ايديها بتترعش وطلبت الإسعاف. الإسعاف جه وأخدوا فارس والشرطة أخدت سالي. داخل المستشفى بعد أسبوع، فارس كان نايم على السرير ورابط شاش كبير قوي على صدره وكتفه ووشه كان لونه أصفر. ابتدى يفوق وفتح عينه ببطء، لقى ضحى قاعدة جنبه على الكرسي. ضحى انت كويسة؟ حد عمل لك حاجة؟ دموعها نزلت. أنا كويسة يا فارس، أنا كويسة عشان أنت أنقذتني، أنت ضحيت بحياتك ووقفت قدام سالي عشان تعيشني. أنا مستعدة أروح كل ثانية بس أشوفك كويسة. أنا بحبك، والمرة دي مش كلام، المرة دي روحي كانت هي فداكي، وأنا مسامحاك وما بقيتش عايزة أي حاجة من الدنيا غير إن أنت تقوم لي بالسلامة. أنا بحبك بجد وموافقة أكون معاك طول العمر. فارس ابتسم بانتصار رغم الوجع، والدكاترة وعم صلاح وسارة ورامي دخلوا الأوضة وباركوا لهم وسط فرحة كبيرة. وبعد مرور سنة داخل كافيه قديم، الكافيه بقى ملك الضحى والفارس بعد ما جددوه وبقى أرقى كافيه في وسط البلد. ضحى واقفة لابسة فستان فرح أبيض كان يجنن، وفارس واقف جنبها بكامل شياكته. سارة زقت ضحى: أهو بقيتوا لبعض يا أختي رسمي يا مدام، والمرة دي ولا في أكشن ولا أي حاجة، في بيبسي وتورته على طول كده. ضحى ضحكت وبصت لفارس اللي قرب منها ومسك ايديها ولبسها الشبكة، وهنا همسلها: القهوة المظبوط والشوكولاتة الكراميل جاهزة يا مدام. جاهزة يا قلب ضحى، ومن النهاردة مفيش تسلية، في حب العمر كله. ولحد هنا قصتنا خلصت، استنونا في قصة جديدة، ولو وصل بينا لحد هنا يعمل شكل القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.